يا صباح السعادة والهنا والسرور، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أظن خلاص ذبحتوا الأضحية وكلتوا اللحمة. اهتمي بنفسك بقى وشوفي معايا الفيديو دوا، ولمي شنطتك وخدي ولادك وجوزك وهوديكي في جولة معايا لمكان جميل جدا. أهم حاجة وأهم ميزة فيه إنه بيتسم بالبساطة وبالقرب من القاهرة، مش بعيد جدا، على بعد كيلو ساعة ونص من القاهرة. وأهم حاجة إنه غير مكلف وأسعاره حنينة جدا على ميزانيتك. لو عايزة تعرفي كل ده والمكان فين، تابع معايا الفيديو لآخره وهقولك الأسعار وهقولك المكان، وهتعرفي كل حاجة وهاخدك في جولة هتشوفي كل شبر في المكان. يلا بينا، استعدي واتفرجي معايا على المكان وجماله. خلاص احنا كده هندخل على منطقة البحر، هنشوف البحر وجماله وهنشوف البسين وهنكمل جولتنا مع بعض. احلى حاجة انك تتواجدي في مكان فيه خضرة ومنظر كويس جميل تفتحي عينيكي عليه الصبح. واهم حاجة بالنسبة لي ان بيتسم بالبساطة وغير مكلف، واهم حاجة برضو انك حاسة فيه بالراحة والامان. خلاص احنا داخلين على اهم منطقة في المكان واهم منطقة في جولتنا، ومنطقة البسين او البول ومنطقة البحر. اهم منطقة بالنسبة لاولادي يهتموا بيها ويطمنوا ان هما في مكان امن، وانتي كمان تطمني عليهم وما تبقيش قلقانة. منطقة البحر
بالليل كانوا عاملين لنا احتفال جميل، وكان في فرقة شعبية عملت شو وعروض جميلة جدا عجبت جميع الموجودين، والجميع كان مبسوط طبعا وفرحان. دي منطقة المطعم، فطار وعشاء، وبجد بيقدموا وجبات حلوة جدا وطعم الأكل جميل جدا، يسلم ايديهم.
المكان كمان جميل، ممكن تعملي فيه سيشن وتتصوري فيه. يعني أنا النهاردة أكتر من 10 عرايس كانوا عاملين سيشن فيه وبيتصوروا. يا رب في النهاية جولتي في المكان تكون عجبتكم. وهقول لكم احنا هنا في بونيتا في منطقة كاسفريد بعد فايد بنص ساعة. احلى مكان وارخص مكان ممكن تتواجدي فيه انت وعيلتك كلها، مش هتدفعي فلوس كتير. لو عايزة تدفعي تعرفي الاسعار والتكلفة قد ايه، اكتبي لي في التعليقات وهقولك بالتفصيل الاسعار والخدمة عاملة ايه والمكان بيبعد قد ايه عن القاهرة. في الاخر يا رب جولتي تكون عجبتكم. بحبكم في الله. يا صباح السعادة والهنا والسرور من شاطئ بالما ابو سلطان. هاخدكم في جولة جديدة من جولاتي في محافظات مصر، ونتفرج على فندق بالما ابو سلطان وهنشوف كل مكان فيه والبسين والبحر. ولحظة شروق الشمس انا صورتها جميلة جدا، هتعجبكم جدا ان انتوا شفتوا المنظر ده. يا رب يعجبكم وهنكمل الجولة مع بعض ان شاء الله. لحظة شروق الشمس في قلب البحر الصبح. منظر في منتهى الجمال.
هصور الغرفة دلوقتي. الغرف هنا جميلة روعة. ده الحمام. هنا طبعا هنا دي البلكونة بقى، الفيو هيبقى قدامنا. هدخل طبعا وهصور لكم كل شبر في المكان. المنظر على البسين وعلى البحر. البحر اهو. كده احنا داخلين على منطقة البول او البسين. منطقة الشاليهات او والغرف كمان في بالما ابو سلطان. دي منطقة الغرف في الفندق. بتطل على البسين، وفي طبعا غرف بتطل على البحر. هو الفندق كبير جدا ومساحته كبيرة جدا، يعني كل ده انا بصور في الغرف، وده جزء منه، يعني لسه في كذا اتجاه وكذا مبنى للغرف. وفي منطقة شاليهات ملكية خاصة برضو تبع الفندق.
ده المطعم من جوه. مطعم كبير. دي منطقة الريسبشن بتاعة الفندق. يا صباح السعادة من شاطئ عجيبة بمرسى مطروح.
اغلى حرف. ميرسي. كام ده؟ بقولك كام الميداليه دي؟ اجيب لك ناس ها؟ لحظة شروق الشمس في قلب البحر الصبح. منظر في منتهى الجمال. سبحان الله، الشمس عمالة تظهر في السماء وعكس ضيها على المية. الواحد ما يقدرش يقول غير سبحان الله العظيم.
بتحبي البسكوتات واسعارها بقت غالية نار، وعايزة تعملي بسكوت تشربي بيه الشاي بعد الفطار او الغداء او حتى العشاء، او تديه لاولادك في المدرسة، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. هعملك بسكوت اقتصادي بمقادير بسيطة، طريقته هتعجبك وهتقومي تنفذيه اوام. بس الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونعرف الطريقة والمقادير على طول. المقادير معايا سهلة واقتصادية ومش هتكلفك اي حاجة، بمقادير بسيطة موجودة عندك في البيت هتعملي بسكوت ولادك كلهم هيحبوه ويطلبوه منك على طول. المقادير معايا هقولك المقادير بالجرامات وبالمعيار بالكوباية. معايا هنا 200 جرام دقيق او كوباية على حسب العجينة، يعني العجين اللي احنا هنعمله هياخد دقيق قد ايه، 70 جرام سكر، و70 ملي زيت، او كوباية صغيرة من بتاعة القهوة، وبيضة وشوية ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا. ويلا بينا على الطريقة على طول. انا هشتغل على طول وبالمضرب العادي. هنكسر البيضة وهنحط عليها ذرة الملح وشوية السكر وطبعا الفانيليا. بدل بيض يبقى لازم فانيليا. وبالمضرب العادي انا هدوب كل ده مع بعض، مش هحتاج لا مضرب كهربائي ولا حتى الخلاط ولا اي حاجة. البسكوت بسيط وسهل جدا ومش هياخد منك لا وقت في عمايله ولا مقادير تحسيها تقيلة عليكي وهتكلف ميزانيتك. لا، دي مقادير بسيطة جدا مش هتاخد اي حاجة، مجرد كوباية دقيق وبضاية وشوية زيت وسكر وخلصت الحكاية. هقلب كل المقادير لغاية السكر لما يدوب، لازم افضل اقلب لغاية لما السكر يدوب. انا قلبت السكر لغاية الحجم ما تضاعف والسكر داب معايا واللون بقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده هنزل بالزيت، والزيت طبعا يا ريت يعني يكون زيت نضيف، وهنقلب برضو لغاية الحجم ما يتضاعف معانا. خلاص انا بستمر في التقليب. خلاص كده انا خلصت. معايا الدقيق بس مش هنزل بالكوباية كلها، جزء جزء. ومعاهم طبعا نص معلقة بيكنج باودر. وهنقلب ونشوف العجينة. وبعد كده طبعا هنلم العجينة بايدينا. اهو نضيف بقى ايه بقية المقدار. طبعا بنضيف جزء جزء عشان طبعا عارفين ان كل دي بيختلف من نوع لنوع. هنلم العجينة، ولو عوزنا برضو شوية دقيق هنضيف عادي خالص. خلاص انا لميت العجينة بعد ما احتاجت مني ربع كوباية دقيق زي ما قلتلكوا، لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف من نوع لنوع، وانا معجنتهاش يا دوبك لميتها وخلاص واتكونت معايا العجينة. خلاص كده احنا هنبتدي نشكل في العجينة. انا هستخدم في التشكيل الآلة دي او الشيء ده دي قطعة البيض، هنستخدمها في التشكيل، وان شاء الله الشكل يعجبكم. هنبتدي نشكل البسكوت. معانا هنا سكر سنترفيش هنستخدمه في العجينة، وهناخد مقدار من العجين كده، مقدار صغير حجم الليمونة.
هنقلبه، هندورها كده في ايدينا اهو اهي. وبعد كده هنغلفها بالسكر من كل اتجاه كده. وبعد كده هنقوم حاطين العجينة واخدين شكل اللي قدامنا ده. هنظبطها عشان تبقى مستوية. بعد كده اهي هنقوم مطلعينها بالراحة، هتبقى بالشكل الجميل ده قدامنا. شايفين الجمال؟ واحدة كمان اهو. عايزة تكبري عايزة تصغري زي ما انت عايزة اهي. غلفيها بالسكر من كل اتجاه اهو. وهنحطها على طول ونظبط على حسب الشكل عشان العجينة تاخد شكل القالب اللي معانا. نقوم على طول مطلعينها، بقت معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هكمل طبعا بقية الكمية وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اخر واحدة معانا اهي المقدار، ومعانا هنا اهو نغلفها بالسكر وبعد كده هنشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه. اهو هنطلعها بقت الجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنحطها هنا خلاص كده. المقدار بقى كامل معايا. هروح طبعا انا مسخنة البوتاجاز، فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180، وهحطه لمدة من 10 ل 15 دقيقة، ولما يستوي هنشوف الشكل مع بعض ان شاء الله. وده شكل البسكوت بعد ما خلصت الكمية كلها. وهروح احطه في فرن البوتاجاز زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180 من 10 ل 15 دقيقة، ولغاية لما ياخد اللون الاشقر، وهنشوف شكله النهائي مع بعض. وده البسكوت بعد ما طلعته من الفرن. اول ما استوى بعد ال15 دقيقة فتحت عليه الشواية علشان ياخد اللون الاشقر الجميل معانا، وهنشوف شكل التقديم بتاعه مع بعض. وده شكل البسكوت اللي عملناه مع بعض النهاردة. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، وانتوا شايفين جماله وهش وطري وزي يعني مش عارفة اقول ايه، يعني بجد طري وجميل وحلو جدا. يا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتقومي تنفذيها اوام، وتعملي لي لايك وتشتركي لي في القناة وتسعديني بأحلى تعليق. بحبكم في الله. يا صباح السعادة والهنا والسرور. زهقتي من كل ما تيجي تعملي الفراخ تعمليها بنفس الطريقة اللي بتعمليها بيها، يا إما مسلوقة يا محشية يا صينية يا أو حتى تشويها؟ أنا هعمل لك الفراخ النهاردة بطريقة جديدة هتعجبك، هتعمليها على طول. بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونعرف الطريقة والمقادير على طول. أنا جهزت هنا مجموعة توابل هتبل بيها الفرخة قدامكم. هننزل طبعا بشوية فلفل اسود وشوية توابل فراخ وبابريكا
والزعتر. طبعا الزعتر يا ريت تفركيه وانت بتستخدميه، الله هتطلع الريحة معاكي هتقلب الدنيا. على طول هقلب كده. وهقلب الفراخ من الناحية التانية واتبلها برضو. هستخدم ايدي الناشفة بقى عشان والبابريكا هتدي معانا لون جميل، وشوية الفلفل الاسود، والملح طبعا احنا لسه ما استخدمناهوش. اقلب، نحط ملح كمان على الناحية التانية. بس تمام كده. بعد ما دبلت الفرخة معايا هنا دقيق معلهوش اي توابل، دقيق بس هبتدي اعفر الفرخة بيه من كل ناحية. هكمل القطع كلها بالدقيق وهغلفها وهنروح نكمل مع بعض ان شاء الله. خلاص انا الزبدة والزيت سخنوا معايا على البوتاجاز. هنزل على طول بقطع الفراخ علشان احمرهم. النار لازم تكون معايا عالية عشان قطع الفراخ تتحمر وما تنزلش المية بتاعتها. هنطلع قطع الفراخ على طول بعد ما خدت اللون معانا. وهشتغل على طول في الطاسة مطرح الزبدة والزيت وهكمل معاكم. على طول في الطاسة مكان تحمير الفراخ معايا هنا بصلة مبشورة هنزل بيها. انا يا دوبك بشوح البصلة ما بحمرهاش تدبل معانا. على طول هضيف معلقة توم وهقلب برضو. كل ده انا باخده تشويح ما بحمروش. خلاص كده اهو التومه والبصله دبلت معايا. هنا معايا صويا صوص هضيف شويه على البصله وهقلب.
وهضيف شوية خل ومعلقة صلصة معانا. هنتبل الكلام ده بشوية من التوابل اللي ضفناها مع الفراخ، فلفل اسود وتوابل الفراخ والزعتر والبابريكا. بس تمام. وهنقلب كل ده كده. على كل دوا انا هضيف نص كوباية مية. انا معايا هنا نص ليمونة، هضيف عصرة ليمونة معاها تدي مزازة وطعم جميل للفراخ. تمام كده. اخر حاجة بقى هضيفها معلقة عسل صغيرة عشان تبقى معانا الفراخ سويت اند ساور. خلاص لما الصوص ابتدى في الغليان هبتدي ارجع قطع الفراخ في الطاسة تاني عشان يكمل سواها. وهنغطي عليها لما تكمل سواها. هنقوم واخدينها حاطينها في فرن البوتاجاز وناخد الوش بتاعها. طبعا الصوص اللي منزلاه ده وبنضيفه كله. خلاص هنغطي عليها بقى وهنسيبها تستوي وهنكمل مع بعض ان شاء الله. خلاص الفراخ حطيتها تحت الشواية خدت لون وبقت جاهزة، وهنروح نشوف التقديم مع بعض. هنقدم الطبق مع بعض. هنجيب الطبق ونحط شوية صوص من اللي كان مع الفراخ ونحط الفراخ وزينا الطبق بشوية البقدونس، وبقى قدامنا آخر جمال وروعة. يا رب طريقتي تعجبكم وتقومي وتنفذيها وتعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتسعديني بأحلى تعليق. بحبكم في الله. يا صباح السعادة والهنا والسرور. أنا هعمل لكم النهاردة عيش أو خبز البيتا اليوناني الأصلي بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير موجودة عندك في البيت. بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف الطريقة والمقادير على طول. أنا هشتغل في العيش على طول وهضيف المقادير قدامك. معايا هنا كوباية لبن حليب دافي طبعا مش سخن، وهنضيف لها معلقة سكر عشان الخميرة طبعا،
وهدوبها. ندوب السكر كويس مع اللبن او الحليب. ومعايا هنا معلقه خميره بيره، لو عندك فوريه ضيفيها، بس انا دلوقتي المتوفر عندي الخميره البيره، هضيفها كلها. كترش الخميره لان انا هستعمل 3 كوبايات دقيق بس. لو هتستعملي كيلو او هتضاعفي الكميه طبعا ضعفي مقدار الخميره. هدوب الخميره كويس عشان تبتدي تتفاعل. نزل الخميره كلها، خلاص هي ابتدت تدوب. عشان دي خميره بيره مش فوريه، هستنى عليها شويه لغايه لما تشتغل، وبعد كده هكمل الطريقه معاكم. الخميره ابتدت تشتغل، انا مش هصبر لما الخميره تخمر. انا اتاكدت ان هي خلاص ابتدت تتفاعل. وبعد كده معايا هنا 3 كوبايات دقيق نخلاهم، هضيف عليهم نص معلقه ملح وهقلبهم. اقلب الملح جوه الدقيق، وهنزل على طول على اللبن والخميره جزء جزء بالدقيق. طبعا كل مره بقول لكم لما نعمل عيش مع بعض، كل نوع دقيق بيختلف من نوع لنوع. ممكن هنعوز او هنحتاج نضيف دقيق كمان او سوائل كمان، سواء ميه او لبن، على حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستخدمه. هضيف باقي الكمية. تمام كده. هلم طبعا العجينة وهبتدي اعجن بايدي. لو عندك عجان استخدميه، بس انا بحب اعجن بايديا وبستخدم ايدي في العجن. اجمل ملمس تحسي بيه وانت واقفه في المطبخ، ملمس العجين وهو في ايدك. هلم طبعا العجينه وهنشوف. ومعايا هنا نص كوبايه لبن زياده، لو احتجت لها هضيف سوائل ليه. انا خلاص كملت عجن واستخدمت ربع كوبايه حليب كمان من اللي انا قلت هضيفهم لو الدقيق احتاج. ومعايا هنا معلقتين زبده سيحتهم، هنزل بيهم على العجينه على طول. يعني ما شاء الله العجينه روعه، هنزل بيهم على طول. وهدخلهم داخل العجينه، نعجن ونلم لغاية الزبدة، العجينة ما تشرب الزبدة كلها. هلم كل الزبدة معانا هنا وهكمل ان شاء الله، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلاص العجينة شربت معايا الزبدة كلها وبقت جاهزة، ولازم تبقى طرية في ايدك كده. شايفين ما شاء الله العجينة اتخدمت كويس وبقت 100 100 ما شاء الله. طبعا حطها في البولة واسيبها كده اهو، وهنغطيها علشان تخمر. وبعد كده
هنكمل مع بعض ان شاء الله. ما شاء الله العيش خمر معانا وبقى تمام. ها هنعمل ايه؟ البوكس التمام. هنهبطه ونلمه كده بقى جاهز معانا علشان نقطعه ونشتغل فيه. ما شاء الله العيش خمر وبقى تمام، وهنبدأ نفرده مع بعض. انا هبدأ بفرد العيش. العيش دوا انا بفرده، بيتفرد على زيت مش على الدقيق. هنفرد كده معانا بالفرشة الزيت، وهننزل على طول بالعيش ونفرد. دي الحلة معانا اللي انا بسوي فيها العيش. ولو ما عندكيش الحلة عادي اقلبي طاسة، صينية سوري، ويسوي فيها. بس انا عندي الحلة دي بستخدمها في تسوية كل المعجنات. العيش دوا احنا ما بنعوزوش يرتفع، فهنهبط فيه كده كل شوية. طبعا دهنت برضو الحلة بالزيت اهو كده، دهنتها زيت. وهنسوي العيش مع بعض. نقلب على الناحية التانية كل شوية، ندوس عليه كده علشان ما يرتفعش معانا. شايفين جمال العيش؟ ما شاء الله. ما شاء الله العيش تمام. ما شاء الله العيش 100 من ورا وقدام. بس ناخد اللي بعده على طول، شوية الزيت ونحط الرغيف اللي بعده ونسويه. وده الشكل النهائي معانا للعيش. فاضل حاجة بسيطة، معلقة زبدة سايحة وتدهني بيه وش العيش، بيبقى اخر تمام. كل رغيف تعمليه كده وتدهنيه. وشوية بقى البقدونس، لا مفيش روعة. انا بالنسبة لي ده كده كفاية، انا هاكله من غير اي حاجة يعني. ما شاء الله اهو كده ادي العيش التمام. مفيش احلى من كده اهو. احلى حاجة، مفيش اطعم ولا اجمل من كده. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والتعليق اسفل الفيديو. بحبكم في الله.